أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ثورة غيرت شكل الذكاء الاصطناعي، وهي معالجة اللغات الطبيعية باستخدام الترانسفورمرز. هنلخص دليل عملي جدا يورينا إزاي نبني تطبيقات قوية بالموضوع ده. عشان بس نتخيل الفرق عامل ازاي. زمان كنا بنتعامل مع اللغة زي اللي بيقرأ كتاب كلمة بكلمة، وعلى ما يوصل لآخر الصفحة بيكون نسي أولها. ده كان بيعمل مشاكل كتير في فهم السياق. دلوقتي بقى مع الترانسفورمرز الوضع اختلف تماماً. النموذج بقى يقدر يبص على الصفحة كلها مرة واحدة، ويفهم علاقة كل كلمة بكل الكلمات التانية في نفس اللحظة. وده طبعاً عمل نقلة نوعية في فهم اللغة. طيب رحلتنا النهاردة هتمشي إزاي؟ أول حاجة هنفهم أبعاد الثورة دي وإزاي غيرت كل حاجة. بعدين هنغوص جوه الترانسفورمر نفسه ونعرف سره. بعدها هنفتح صندوق الأدوات العملي اللي بتقدمه هوجينج فيس، وهنرسم مع بعض خريطة طريق لأي مشروع من الفكرة لحد ما يبقى منتج حقيقي. وفي الآخر خالص هتاخدوا معاكم خلاصة عملية عشان تبدأوا أول مشروع بثقة. تمام. خلينا نرجع بالزمن شوية ونشوف إيه هي المحطات الأساسية اللي وصلتنا للعصر الجديد ده في معالجة اللغات الطبيعية. القصة كلها عبارة عن 3 أفكار عبقرية اتجمعوا مع بعض في وقت مثالي. أولاً، بنية جديدة خالص بتفهم السياق بشكل متوازي. ثانياً، فكرة إننا مش محتاجين نبدأ من الصفر كل مرة، لأ، ممكن ناخد نموذج متعلم ونخصصه. والتالتة والأهم، هي وجود منظومة مفتوحة المصدر زي هاجن فيس اللي حطت كل القوة دي في إيد المطورين وخلت التكنولوجيا دي تنفجر بجد. تمام قوي. يلا بينا بقى ندخل في الجزء الممتع. خلينا نفكك الترانسفورمر ده حتة حتة ونشوف إيه اللي بيخليه يشتغل بالكفاءة الرهيبة دي. بصوا، ممكن نتخيلها كأن كل كلمة في الجملة بتعمل اجتماع مع كل الكلمات التانية وتسألهم: يا جماعة، مين فيكم ليه علاقة بيا؟ عشان المعنى يكمل. الآلية دي هي اللي بتخلي النموذج يفهم الفروق الدقيقة في المعنى، زي الفرق بين أكلت تفاحة وأكلت ضربة. هي دي القوة الحقيقية للترانسفورمرز. الفكرة هنا إننا مش بنخترع العجلة من الأول. بنبدأ بنموذج جاهز قضى شهور بيتعلم اللغة من الإنترنت كله تقريبا، يعني هو معاه بكالوريوس في اللغة، وبعدين إحنا بناخده ونعمله ماجستير في المهمة بتاعتنا بالظبط. ده بيوفر علينا وقت وموارد مهولة. طيب الترانسفورمرز دي بتيجي في 3 عائلات رئيسية. في عائلة الانكودر اونلي زي بيرت، ودي متخصصة في فهم النص، زي إنها تحدد مشاعر تغريدة أو تستخرج أسماء الأشخاص من مقال. العائلة التانية هي الديكودر اونلي زي جي بي تي، ودي بتاعت الإبداع وتوليد النصوص زي خاصية الإكمال التلقائي. والعائلة التالتة هي الانكودر ديكودر زي تي 5، ودي بتعمل الاتنين، بتفهم نص وتحوله لنص تاني زي في الترجمة والتلخيص. جميل. عرفنا إن في نماذج وعائلات مختلفة. السؤال بقى، إزاي نستخدم كل الكلام ده بسهولة؟ هنا بيجي دور هاجينج فيس. الفكرة الجوهرية إن التكنولوجيا دي ما بقتش حكر على معامل الأبحاث، لا، بقت في متناول إيد أي حد. الهاب ده نقدر نعتبره زي متجر تطبيقات ضخمة بس للنماذج. بدل ما تبني كل حاجة من الصفر، بتدخل تلاقي آلاف النماذج الجاهزة. عايز نموذج لترجمة للعربي؟ موجود. عايز واحد لتصنيف المراجعات؟ موجود. بتختار الأنسب ليك وتبدأ الشغل فوراً. ده بيختصر شهور من الشغل. أحلى حاجة في منظومة هاجينج فيس إن كل الأدوات دي مصممة عشان تشتغل مع بعض بتناغم تام زي الأوركسترا. العملية بتمشي بسلاسة من أول ما تكون البيانات مجرد نص خام لحد ما نوصل لنموذج ذكي ومدرب ومجهز للشغل. دلوقتي، بما إننا جمعنا كل القطع والأدوات، تعالوا نشوف إزاي ممكن نبني مشروع كامل من الألف للياء. دي بالظبط خريطة الطريق العملية اللي بنمشي عليها عشان نحول أي فكرة لتطبيق حقيقي. كل خطوة من دول ليها أهميتها وقراراتها اللي بتأثر على المشروع كله. النموذج ده مثال ممتاز على مرونة الترانسفورمرز. يعني بنفس خريطة الطريق دي ممكن نعمل تطبيق يصنف النصوص، أو تطبيق تاني يستخرج المعلومات، أو تالت يجاوب على أسئلة، أو حتى تطبيق يترجم بين اللغات. هي نفس المبادئ والخطوات تقريباً. طيب، وصلنا لنموذج شغال وبيطلع نتائج كويسة. هل كده خلاص؟ لا طبعا، دي يمكن نص طريق بس. التحدي الحقيقي هو إزاي نجهزه للعالم الواقعي، وإزاي نتأكد إنه فعلا مفيد. دي نقطة مهمة جدا. سهل قوي إننا ننبهر بدقة النموذج اللي ممكن توصل ل 99%، لكن السؤال الحقيقي هو: هل الدقة دي بتترجم لقيمة للبزنس؟ يعني هل فعلا قللت الشغل اليدوي؟ هل حسنت تجربة المستخدم؟ لو الإجابة لأ، يبقى النموذج ده بكل دقته ملوش لازمة عملية. النماذج دي غالباً بتكون ضخمة جداً وبتحتاج موارد كتير، عشان كده بنحتاج نعمل لها دايت.
التقنيات دي زي التقطير والتقليم هي اللي بتخلينا ناخد الوحش الكبير ده ونحوله لنموذج خفيف ورشيق يقدر يشتغل على أجهزة عادية بتكلفة معقولة. عشان نختم، دي الخلاصة: ورقة فيها أهم الأسئلة والقرارات اللي لازم تكون في بال أي حد هيبدأ مشروع NLP عشان يتجنب الأخطاء الشائعة. صدقوني التفكير في الأسئلة دي قبل كتابة سطر كود واحد ممكن يوفر أسابيع بل شهور من الشغل. دي الأسئلة اللي بتفرق بين مشروع بينجح بسرعة ومشروع بيفضل يلف في دوائر مقفولة. وزي ما الخبراء في المجال شايفين، القيمة الحقيقية لدليل زي ده هي إنه بيحول كل الأبحاث والنظريات المعقدة دي لخريطة طريق واضحة وعملية للمهندسين والمطورين. دلوقتي الأدوات والمخططات بقت في إيدينا، والقدرة على بناء تطبيقات لغوية عبقرية بقت متاحة أكتر من أي وقت فات. السؤال الوحيد اللي فاضل دلوقتي هو: هنحل بيها أنهي مشكلة؟